بيبدأ فيلمنا مع الطفل كريستوفر روبن في غابة الميت فدان. بيقابل هناك مخلوقات شكلها غريب ومرعب، عشان كده المخلوقات دي انعزلت عن البشر. والمخلوقات دي كانت البومة هاول، والأرنب رابت، والحمار والخنزير بيجلت، وويني زابو. وعلى الرغم ان شكلهم يخوف وتصرفاتهم مرعبة، الا انه تجاهل كل ده وصاحبهم وجاب لهم اكل كل يوم. بس طبعا بمرور الوقت كريستوفر بيكبر وبيقرر ان هو يسيبهم عشان يروح الجامعة. وفعلا سابهم وراح الجامعة، ورجعوا لحياة الفقر والجوع من تاني، وملقوش اي حاجة ياكلوها، ولا حتى كريستوفر رجع لهم من تاني. وهنا ويني قرر انهم لازم ياكلوا اضعف واحد في المجموعة وهو الحمار، وده اللي حصل فعلا. وفي نفس الوقت خلاهم يكرهوا البشر وبالاخص كريستوفر، لانه تخلى عنهم وقت ما كانوا محتاجين، فتخلوا عن انسانيتهم اللي اكتسبوها منه، وقرروا يبقوا حيوانات مفترسة من اول وجديد. وبتمر 5 سنين وكريستوفر بيتمشى مع مراته ماري في غابة الميت فدان، واخدها للمكان ده علشان يعرفها على اصدقائه من وهو صغير. طبعا ماري ما كانتش مصدقاه، ومعتقده بس انه كان مجرد طفل خياله واسع، وان المخلوقات اللي حكى لها عنها دي مش موجوده الا في خياله وبس. وده السبب اللي خلاه ياخدها معاه عشان يعرفها عليهم وتتاكد ان هم فعلا حقيقيين. ووصلوا للمكان اللي كانوا بيتجمعوا فيه عشان يلعبوا، بس المكان شكله كان متغير جدا عن الاول. وماري كانت خايفه جدا وبتترجى انهم يمشوا من هنا لانها مش مرتاحه، لكن كريستوفر اقنعها انها تستنى وما تخافش، وهو كده كده معاها. وبعد شويه وصلوا للبيت اللي كانوا بيتجمعوا فيه سوا وقت المطر. فتح الباب ودخل يدور عليهم، ملقاش اي حد منهم مع ان الجو كان مطر بره. وماري لقت صوره لكريستوفر على الترابيزه وهو معاهم، بس كانوا مشوهين شكله فيها، فاستغرب هم ليه ممكن يكونوا عملوا كده في الصوره بتاعته. وفجاه سمعوا صوت حد جاي من بره، فماري قالت له يستخبى بسرعه. وهنا بنلاقي واحد دخل المكان ورمى الفاس اللي في ايده ونام على السرير. وبعد ما اتاكدوا انه خلاص راح في النوم، اتحركوا بالراحه وخرجوا من المكان. وهم ماشيين بره فجاه بيظهر بيجلت الخنزير وبيخنق ماري بسلسله من وراه. كريستوفر بيحاول ينقذها وبيقول له يبعد عنها وبيفكره بنفسه، انما بيجلت كمل وفضل يخنق فيها لحد ما كسر رقبتها. كريستوفر طبعا خاف وطلع يجري، وفجاه بيلاقي ويني زابوه في وشه. قال له يساعده، وان بيجلت بيتصرف تصرفات غريبه وقتل مراته قدام عينيه. بس فجاه لقى ابوه بيقرب عليه بهدوء وكانه مش سامع. حاول انه يهرب منه، لقى بيجلت جاي عليه من الناحيه التانيه وحصره في النص. قعد يترجاهم وانهم كانوا اصحابه هم صغيرين وليه بيعملوا فيه كده، وفضل يتاسف لهم انه سابهم ومشي، بس ما ادولوش فرصه واخدوه هو كمان. ومن هنا بتبدا تنتشر اخبار عن جثث مشوهه وحالات فقدان كتير جدا في غابه الميت فدان، بس المعظم بيقول انها مجرد اشاعات من اصحاب الحدائق والمعادي علشان يكسبوا فلوس، وان مفيش حد بيختفي هناك. وبنروح للمشهد ده مع ماريا وهي قاعده مع الدكتوره النفسيه بتاعتها، بتشتكي لها من انها مش عارفه تتخطى الموضوع اللي حصل لها وتنساه، فنصحتها انها تاخد اجازه بعيده عن الناس والعالم ده وتصفي ذهنها في الاجازه دي، ويفضل انها تحكي عن اللي حصل لها ده لحد وتشاركه معاه، وده هيساعد جدا في انه يخفف عليها ويساعدها تتخطاه. فبتاخد عربيتها مع صاحبتها وبتطلع على غابات الميت فدان، وبتتصل على صاحبتها الخمسه تشوفها نزلت ولا لا، لانها اتاخرت عليهم وقالت لها انها هتحصل، بس هي من عادتها انها بتتمرقع، فافتكروا انها خلاص مش جاي. وبيوصلوا الخمسه للبيت بتاع صاحبتهم اللي موجود في طرف غابه الميت فدان، واتفقوا انهم عشان يقضوا وقت كويس لازم يلموا التليفونات بتاعتهم ويقفلوها. بس لارا ما كانتش موافقه طبعا، لانها انفلونسر وما بتقدرش تبعد عن انستجرام. بس في النهايه الاتفاق اتفاق، فوافقت وادته له. ولما صاحبتهم وصلت بره اتصلت عليها، بس موبايلها كان غير متاح، وطبعا هي واقفه بره وتايهه ومش عارفه تروح فين او تدخل لهم منين. فدخلت تتمشى في الغابه جوه شويه، تبص على المكان وتشوف اي طريق تمشي منه. وفجاه بيظهر ويني زابوه قدامها وبيجري عليه. جريت منه بسرعه ودخلت لمكان كده مهجور، دخل وراها ودور عليها، بس هي كانت مستخبيه منه ومش لاقيها، فمشي من المكان. اطمنت انه مشي وطلعت، لقيته لسه ما مشاش وكان واقف وراه، وقام سحبها من شعرها وفضل يضرب راسها في المفرمه اللي قدامه لحد ما اتقسمت نصين، وقام مشغل المفرمه وحاططها جواها لحد ما قابلت وجه كريم. واصحابها في البيت هناك وزعوا بعض على اوضهم وبداوا يرتبوا حاجاتهم في الاوضه. ولارا طبعا اتسحبت واخدت موبايلها تاني من وراهم، وده لانها ما تقدرش تعيش من غير انستجرام. وبالليل بيقعدوا سوا، وماريا بتبدا تحكي له عن اللي حصل لها زي ما الدكتوره نصحتها. حكت انها دايما كانت بتسمع صوت بره البيت بتاعها، بس كانت فاكره ان الصوت ده تهيؤات، لحد ما في مره بالليل كانت قايمه تشرب من المطبخ وسمعت نفس الصوت برضه. بتبص من ورا الستاره عشان تعرف الصوت ده ايه، فجاه لقت عين عماله بتبص لها فيس تو فيس. خافت طبعا وجريت على جوه وبلغت الشرطه، بس ما فيش في ايدهم اي حاجه يعملوها ولا دليل حتى يمشوا وراه. ومن ساعتها وهي بتخاف من كل حاجه حواليها وحاسه ان الكل بيراقب، لحد ما في مره وهي نايمه لقيته في الاوضه عندها وكان بيحاول يستكشف مكنوناتها. الشرطه طبعا قبضت عليه ولقوا على اللاب بتاعه صور كتير جدا ليها سواء جوه البيت او بره البيت. وحاليا هي مش مرتاحه وبتشوف دكتوره نفسيه بسبب، وان الدكتوره دي نصحتها انها تتكلم في الموضوع ده مع حد، علشان كده هي قاعده تتكلم معاهم فيه. هدوها طبعا وان هم معاها في اي وقت ومش هيسيبوها لوحدها تاني. وبنكتشف هنا ان كريستوفر لسه عايش ووينه محتفظ بيه وبيعزه، وكريستوفر بيفكروا بالايام اللي مروا بيها سوا واللعب اللي لعبوه مع بعض، وتاسف له انه سابهم ومشي. ويني زابوه بدا يسترجع ذكرياته مع كريستوفر، وهو بيوعده انه مش هيسيبهم ابدا مهما حصل. فبدا يعيط لان كريستوفر ما التزمش بوعده ده، وبدا يكسر في المكان
المكان كله، وجاب الكرباج بتاعه وبدا يجلد في كريستوفر لحد ما ظهره اتقطع من الضرب، وحطه قدامه الهيكل العظمي لمراته ماري بعد ما بيجلد اكلها، وقبل ما يمشي كمان حمام الدم بتاعها اللي صفوه منها قبل ما ياكلوها، وطلع يتمشى بره في الغابه فبيسمع صوت اغاني قريبه منه، فجري ناحيه الصوت ده، ولارا كانت في المغطس اللي بره بتستجم، وكالعاده اخدت موبايلها وصورت نفسها كذا صوره علشان ترفعها على انستا. ما هي يعني مش هتستجم لوحدها، يعني لازم الجمهور بتاعها ينبسط برضه، وبتقلب في الصور عشان تختار احلى واحده فيهم، بتلاقي واحد واقف بعيد وبيبص عليه. خافت طبعا وبدات تبص حواليها انما ما لقتش اي حد، وكانت فاكراه ان ده نفس الشخص اللي بيطارد ماريا، فرجعت تاني للمغطس بتاعها، وفجاه ويني وبيجلت بيظهروا من وراها. بيجلت جاب قماشه وخدرها، ولما نامت اخدوها معاه، وبعد شويه بتفوق وبتلاقي نفسها مربوطه وحاطينها قدام العربيه بتاعتها، وبيجلت واقف قدامها بمرزبه في ايده عشان ما تتحركش، وفجاه ويني زابوه بيتحرك ناحيتها بعربيتها وبيعدي بقى على راسها لحد ما مات. زوي وتينا سمعوا لارا وهي بتصرخ، فقاموا بسرعه ودخلوا البيت من قدام يشوفوا في ايه، انما ما لقيوهاش. وماريا وجيسيكا برضه سمعوا نفس الصوت وهم بره، فرجعوا على البيت تاني ولقوا العربيه مركونه قدام الباب الخلفي من البيت. بيلفوا الناحيه التانيه لقوا لارا ميته وراسها تحت عجله العربيه. جريوا على جوه البيت بسرعه، وزوي وتينا كانوا موجودين جوه هم كمان، فحكوا لهم على اللي حصل للارا بره وان هم لازم يمشوا بسرعه من المكان ده. وفجاه وهم بيتكلموا شافوا ويني زابوه بره البيت، بس هو ما كانش شايفه، وكان عمال يلف حوالين البيت ويبص جوه يشوف في حد تاني موجود في المكان ولا لا. زوي قالت لهم يهدوا خالص ويدوروا على اي حاجه يحموا نفسهم بيها لحد ما يمشوا من المكان ويبلغوا الشرطه. فجابوا سكينه ومطرقه لقوهم جوه المطبخ، وماريا افتكرت ان معاهم مسدس فوق فطلعت تجيبه هي وجيسيكا، ولان لارا كانت راحت المغطس من الباب اللي ورا فممكن بنسبه كبيره تكون سابته مفتوح، عشان كده زوي وتينا راحوا يقفلوه قبل ما الكائنات دي تدخل منه. ولما ماريا وجيسيكا جابوا المسدس ولسه هينزلوا تحت لقوا ويني زابوه واقف تحت وعمال بيلف في الصاله. اما زوي وتينا لسه هيقفلوا الباب اللي ورا فجاه بيجلت بيظهر من وراهم وبيضرب تينا فبتقع على الارض، وزوي بتنط في الميه وعماله تشتم فيه عشان يبعد عنها. قام سايب المرزبه اللي في ايده وحاول يصطادها بالسلسله اللي معاه بس ما عرفش، فجاب المرزبه ونزل لها في الميه وحاول يقتلها بيها. وهنا تينا فاقت وشافت بيجلت وهو بيطير راس زوي بالمرزبه، ونزل فيها ضرب بالمرزبه لحد ما ماتت، ولف وشه ورجع تاني لتينا اللي استسلمت له طبعا وما هربتش لان صديقتها ماتت قدام. ولما ويني ما لقاش حد جوه ساب المكان ومشي، واخد تينا هو وبيجلت ورجعوا لمكانهم تاني. اما جيسيكا وماريا لما نزلوا تحت شافوهم وهم ماشيين بره، وشافوا زوي كمان وهي ميته في حمام السباحه، فاتسحبوا وراهم عشان يشوفوهم رايحين فين وينقذوا تينا منهم قبل ما يقتلوها. ويني وبيجلت بياخدوها على المكان اللي بيتجمعوا فيه وربطوها هناك عما يشوفوا هيعملوا فيها ايه. وجيسيكا وماريا كل ده مستنيين بره، واول ما خرجوا من المكان دخلوا وفكوها بسرعه وقالوا لها انهم لازم يمشوا بسرعه من المكان ده قبل ما يرجعوا تاني. بس وهم ماشيين سمعوا صوت حد تاني بيصرخ جوه، فقالوا انهم اكيد خاطفين حد تاني وحرام يسيبوه يمشوا من غير ما ينقذوه. فلفوا ورجعوا تاني ناحيه الصوت، شافوا كريستوفر وهو متعلق جوه وبيستنجد بيه. وبعد ما فكوه لسه هيمشوا من المكان سمعوا صوت واحده تانيه بتصرخ، فقال لهم يروحوا يساعدوها بسرعه وهو هيبقى تمام. فراحوا ناحيه الصوت اللي عمال بيصرخ لقوا واحده مربوطه بسلاسل في الغابه ووشها متشوه، فسالوها مين اللي عمل فيكي كده؟ قال يعني هم مش عارفين؟ قالت لهم ان اسمهم ويني زابوه وبيجلت، واحد منهم نص دب والتاني نص خنزير، خنزير حقيقي يعني مش مجاز، وان بيجلت الخنزير هو اللي عذبها بالشكل ده كل ما تتكلم معاهم علشان يسيبوها. ففكوها واخدوها معاهم، ومن سوء حظهم عدوا من قدام شباك ازاز، والبنت بصت لنفسها في الازاز وبدات تصرخ جامد علشان وشها اللي متشوه، وهم عمالين يهدوا فيها علشان ما يسمعوهاش وييجوا. قالت لهم خلوهم يسمعوا انا مش همشي من هنا الا لما اموتهم، وخطفت المسدس من ماريا وبدات تنادي وتدور عليهم، اما هم فاستخبوا عشان يشوفوا ايه اللي هيحصل. وفجاه بيجلت بيظهر قدامها، قعدت تساله ليه عملت فيا كده وليه شوهتني، ولسه هتضرب عليه نار طلع المسدس فاضي. بترجع لورا علشان تهرب لقت ويني زابوه وراه، وقام منيمها ورشش على وشها حبه عسل، وبيجلت بدا ياكل راسها بالعسل لحد ما ماتت. ماريا وجيسيكا طلعوا يجروا من الخوف طبعا، فويني زابوه شافهم وطلع يجري وراه. اما تينا فسحبت مرزبه من جنبها وضربت بها بيجلت في راسه فاغمى عليه، اخدته وربطته في نفس المكان اللي كان رابط فيه البنت، وجابت المرزبه وفضلت تضرب في راسه بيها وهو عمال يصرخ بصوت الخنازير. وفي الغابه ويني زابوه كان بيدور عليهم وهم مستخبيين منه، وفجاه سابهم ورجع تاني لما سمع صوت بيجلت وهو بيصرخ. وتينا لسه هتفنشه بالمرزبه اللي معاها، فجاه ويني زابوه بيظهر من وراها وبيخنقها بايده في الشجر، وبيغرس سكينه طويله في راسها من بقها وسابها متعلقه بيها. جيسيكا وماريا شافوا كل اللي حصل وصرخوا من الخوف، فسابها متعلقه في السكينه وطلع يجري وراهم تاني. طلعوا على الطريق بره، ومن حسن حظهم لقوا عربيه ماشيه ناحيته، وقفوها وقالوا لهم ياخدوهم ويجروا بسرعه من المكان ده علشان ويني زابوه بيطارده. طبعا افتكروهم شاربين حته ب 200 لان ويني زابوه ده شخصيه خياليه في فيلم كرتون بتاع اطفال، بس اتفاجئوا لما شافوه فعلا واقف بعيد وبيبص عليه. ماريا وجيسيكا ترجوهم ان هم ياخدوهم بالعربيه ويمشوا بسرعه من هنا وما يقربوش منه، بس لوجان والرجاله عملوا فيها رمضان حريقه وقرروا ان هم يأدبوه الاول قبل ما يمشوا. فراحوا ناحيته وحوطوه معاهم
معاهم الاسلحه بتاعتهم وهو ثابت في مكانه مش بيتحرك. لوجان ضربه بالعتله اللي في ايده انما برضه ما اتحركش من مكان. ففجاه كلهم نزلوا ضرب فيه بعصايه الهوكي والعتله والمرزبه، وبعد كل ده برضه فضل ثابت وما بيتحركش من مكانه. وفجاه كولت بيجي من وراه وبيضربه بازازه على راسه من ورا، قام لافف ومديله كف بايده مطير له بنص وشه، ومسك التاني من دراعه ونزل عليه سيف يد طيرهوله، وبعدها صحى جمجمته برجليه، والتالت لسه هيجري قام مطير راسه بايده. اما لوجان فطلع يجري في الغابه، فويني ذا بو ساب النحل بتاعه عليه. ماريا وجيسيكا كل ده كانوا بيحاولوا يدوروا العربيه، ولما دارت معاهم مشيوا بقى ناحيتهم وقاموا دايسينوا بيها، بس كان لسه عايش ومسك في العربيه من ورا وركب في الصندوق بتاعها. حاولوا ان هم يوقعوه هم سايقين انما ما عرفوش، وكان بيقرب لقدام لحد ما وصل لازاز العربيه وبيحاول ان هو يكسروا عليهم علشان يدخل منه. قامت ماريا مفرمله مره واحده وقع قدامهم واغمى عليهم هما الاثنين، ولما فاقت لقت ويني ذا بو بيسحب جيسيكا من العربيه ووقف بيها قدام، وفجاه فصل راسها عن جسمها ورماها على العربيه قدام ماريا، وبدا يقرب منها وهي بتحاول تدور العربيه انما العربيه مش راضيه تدور، فقام ساحبها هي كمان ولسه هيقتلها. فجاه ظهر كريستوفر بعربيه وقام داخل فيه وزنقه ما بين العربيتين، ونزل من العربيه عشان ينقذ ماريا. فجاه ويني فاق وزق العربيتين عشان يطلع من بينهم، فكريستوفر اخد ماريا وطلعوا يجروا منه على اساس يهربوا كده يعني، بس طبعا الاتنين كانوا مصابين ومش قادرين يمشوا حتى ووقعوا على الارض من التعب. فوين راح ناحيتهم وسحب ماريا من كريستوفر، وكريستوفر عمال بيترجى ان كفايه كده وانه اذى ناس كتير جدا بسبب، وانه بيوعده انه هيقعد معاه ومش هيسيبه تاني ابدا. فبول اول مره بيتكلم ورد عليه وقال له انت سبتها زي ما سبتني، وقام دبحها قدامه ورميها عليه، وقبل ما تموت قالت له يهرب ويسيبها بدل ما يموت هو كمان، فسابها وهرب بسرعه في الغابه. اما ويني ذا بو فنزل ضرب في راسها بالسكين. وطبعا تم الاعلان عن جزء تاني مكمل للسلسله، ومفروض ان رابت وهاول كمان هيظهروا فيه. ما تنساش لايك واشتراك للدعم على الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفكم على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.